تعال نرجع كده لورا. فاكر آخر مرة اشتريت فيها حاجة غالية وطلعت مش قد كده، بس فضلت تستخدمها أو حتى تبرر لنفسك إن أنت عملت الصح؟ ده مش عناد على فكرة، ده اسمه انحياز للاتساق. يعني ايه؟ يعني مخك بيحب يحافظ على صورة متسقة عن نفسه حتى لو كانت غلط. لو بدأت قرار حتى لو اكتشفت انه هو غلط، المخ بيفضل يكمل فيه عشان يفضل شايف نفسه عاقل وما بيغلطش. في باحث شهير سمى ده نظرية التنافر المعرفي، وقال إننا بنكره نحس إننا تناقضنا مع نفسنا، فبنحاول بأي شكل نبرر ونكمل عشان ما نبانش غلطانين. ودي الدراسة اتأكدت في حاجة كلاسيكية قبل كده لما جابوا مجموعتين يعملوا مهمة مملة جدا جدا، وقالوا المجموعة منهم يبرروا للناس إنها ممتعة مقابل إن هم هياخدوا فلوس معينة. تخيل الناس دي بدأت تقتنع فعلا إنها استمتعت. ليه؟ عشان تكون متسقة مع اللي قالته. يعني باختصار، لو عملت قرار مخك بيبدأ يحميه بكل وسيلة. لو خدنا أمثلة من حياتنا مثلا، هنلاقي إن واحد ممكن يبقى في علاقة سامة بس يكمل. ليه؟ عشان أصلا استثمرت فيها وقت وسنين. ده مش معناه ان احنا نبوظ اي علاقة او ننهي اي علاقة، ولكن ده معناه ان احنا نفكر في الحاجات اللي بنمر بيها. واحد تاني مثلا يكمل في مشروع خسران ويقول استحالة اكون غلطت، اكيد يمكن تتعدل في يوم من الايام. الخطر هنا مش انك تاخد قرار غلط، الخطر في انك ترفض تراجع القرار ده عشان تفضل محافظ على شكلك وصورتك قدام نفسك. في دراسة تانية قالت إن المستثمرين اللي خسروا فلوس كانوا أكتر ناس بيضخوا فلوس تانية في نفس المشاريع. ليه؟ عشان يثبتوا لنفسهم إنهم ما كانوش غلطانين من الأول. الخلاصة هنا إن مش كل قرار بدأناه لازم نكمله. الذكاء الحقيقي إنك تعرف إمتى تقول كنت غلطان وهصلح ده. اسأل نفسك كل فترة، أنا ماشي في الطريق اللي أنا فيه ده ليه؟ عشان هو صح ولا عشان بس بدأت فيه ومش عايز أبان غلطان؟ عيد التفكير باستمرار في كل الحاجات اللي انت بتمر بيها في حياتك.